هذه رسالة خاصة للفتالين. رسالة هذه خاصة للفتالين، للي يدخل يعلق ويدخل ينتقد. نحن ليش ننسب السيد عبد الملك، وليش ننتقده ببعض أشياء، وليش سيدك يا ابني جرثومة، سيدك عبد الملك كورونا دخل علط الدنيا علط، دخل رفس الدنيا رفس، رجع الشمال شمال واليمين يمان، وعلط الدنيا علط باسم الدين واسم الإسلام، وانت أكثر الناس عارف فاهم هذا الشيء. واقسم بالله العظيم انك داري وعارف وفاهم انكم على غلط، بس اتحدى ابوك تدي حتى كلمة، لانك صندل ما تسواش فلس واحد. وابسط كلمة وابسط معارضة بتديها بينيك ووالديك، فماشي داعي تملق، ماشي داعي انك تحرق على السيد، ماشي داعي انك تعمل نفسك يعني ايش يقولوا يعني مثل ما تقول يعني مدافع على وطنك ومدافع. ايش من وطن؟ عليك لعنة الله على الذي خلفوك وعلى السيد حقك. ما تفضح من كلام الحق الا ومعك خلل داخلي، انت فاهم؟ يلي تدخل تعلق وتفعل نفسك رجال بالتعليقات، اقرأ بصمت واسكت، لانك مكلف، ما انتش رجال مكلف، والمكلف انظف واحسن منه. تدخل تنتقد لي يا زعم رجال، يا زعم يقولوا هذا يعني عقايدي، قوة القوة يا ولي. سؤال كم معك زينبيات من البيت؟ اسألك بالله كم؟ يا هذه تدخل تعلق وتنتقد على السيد، كم معك زينبيات؟ يا هذه لا تفضح على انسان غير دين وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم معك زينبيات بالبيت؟ اشتي اعرف انا كم مرة تقصر فوق خلوك تصير الجبهة. وينهن؟ لا تفعلش نفسك رجال عندي بالتعليقات وتعلق ومدري ايش وحركات وكلام ومدري ايش كلهن كذب. والله العظيم انك ما تسوى جزمة، ما تسوى حذاء حوثي. حتى قثتك لو قتلت ما يشلوها، يخلوها للكلاب تأكلها. يا غبي، انت داخل عقلك ايش اقول لك؟ داخل عقلك ايش اقول لك؟ انا حيوان ميت ماشي تفكير. اقول لك هم ما يقدسوا، ما يتصانقوا، ما يطنشوا الا ذي حوثي اصل. اما المتحوث بيغلط بينكم، حوثي بيغلط بيدعسوا عار دعس. فانت عارف ان كلامي صح، اقرأ واسكت خارس، لا تردش لا تعلقش، ما عليك. لو معك اخت ولا ام ولا عمه ولا خاله ولا زينبيه عادي، ما نقربش احنا الزينبيات نهائيا، ما نرضاش نأسرهن حتى. ايش تأسر لك عنقري؟ ايش تجيبها؟ فلا تسويش نفسك رجال. اصحى ورجع لعقلك. وسيدك هذا هو دخل اليمن كالكورونا، جرثومة كورونا سيطر، شمت عفس الدنيا عفس، غير دين الله على طول. يعني ايش اقول؟ بس عليها غضب الله. بس ظهر لي واحد من عياله، من اخوته، من عيال بناته، من بناته، ظهر لي اي انسان تابع للسيد من ذكر السيد حقك ليقاتل بالجبهة، وانت ما لقيتش ايش تاكل، ميت جوع، بعت عرضك يا واسع العرض، وبعت دينك رجل تاكل، وبعت صحابك وصحاب مدينتك، وينتهكوا اعراض جيرانك وناس اكلت بينهم عيش وملح، وتبيع كم من شنب وكم من رجال. رجل يقولوا الله هذا والله انه عقايدي.
والله انك اغبى انسان شفته بحياتي. ما تضحك غير على نفسك، وبيجي يوم الذي تشوف يعني تشوف بحاجات ما تتخيلها ولا كنت تتصورها عمرك. فماش داعي تدخل تعلق وتتمحدث، ادخل باحترام واطلع باحترام، وسيدك هذا سيدك ووالدك انتهى فقط لا غير.